الحمد ألف الحمد إذا أنها مستغرقة لجميع المحامد فهذا خاص بالله عز وجل ولا يكون لأحد كائنا من كان. ليس هناك أحد يستوجب الحمد بجميع المحامد ويستغرقها ويستحق الحمد مستغرقا لجميع أنواع المحامد إلا الله وحده، الذي له الحمد أولا وآخرا، وله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، وظاهرا وباطنا وسرا وعلانية سبحانه وتعالى. ولذلك حمد نفسه وأثنى على نفسه بما هو أهله سبحانه وتعالى. لك الحمد. جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كما في الصحيح قال: حمدا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة سأل: من الذي قال كذا وكذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. 37. لما تنظر إلى لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، تعد حروفها تجدها 34 حرف. التنوين تحسب بحرفين، طيبا المشدد بحرفين، لا تضيع الحروف، ما يضيع عند الله شيء. كل حرف له ملك. لو يعلم الناس ما في ذكر الله جل جلاله من الفضل والأجر ومن يذكرون، والله ولذكر الله أكبر. الملائكة تفرح بذكر الله، ولذلك كل حرف الله أكبر، كل حرف له ملك. 37 ملكا وما يعلم جنود ربك إلا هو. كما قال ابن عباس: والذي نفسي بيده، قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والذي نفسي بيده ما من ورقة في شجرة إلا عليها ملك يكتب حياتها وخضرتها وذبولها ويبسها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. ما في شيء عبث، ناس في غفلة. قال له: حمدا كثيرا. الحمد الكثير ما يستوجب إلا الله جل جلاله. طيبا لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا أطيب من ربك سبحانه وتعالى. مباركا فيه يعني كثيرا، لأن البركة الزيادة والنماء، ونسأل الله أن يبارك حمدنا له سبحانه وأن يجعلنا من الحامدين. فهذا مما ورد عنه صيغة. والصيغة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله الإمام الموفق رحمه الله بقوله: ملء السماوات. في رواية ملء وملء، هي صح ملء بالضم لأنه صفة للحمد، وملء حال كونه ملء. ملء السماوات وملء الأرض، وفي رواية وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. في قوله ملء السماوات أخذ منه طائفة من أهل العلم دليلا على أن أقوال العبد الصالحة وأعماله الصالحة توزن، أن الذي يوزن هو الأقوال والأعمال، يعني عمل العبد. وقال بعض العلماء إن الذي يوزن هو العامل نفسه. وقال بعض العلماء، وهو القول الثالث وهو أرجحها إن شاء الله، أن الذي يوزن العامل والعمل كلاهما يوزن. فالذين يقولون إن عمل الإنسان هو الموزون يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يضيع أعمال العباد سبحانه، مثقال حبة من خردل. هذه الموازين التي تنصب لحكومة يوم الدين والحكم فيها إله الأولين والآخرين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، لا يضيع العامل ولا عمله. منهم من يقول عملك الذي يوزن، الأقوال والأعمال. فالذين يقولون العمل، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملء السماوات، فجعله ثقيلا حتى يكون ثقيلا في الميزان،
واستدلوا أيضا بقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. كذلك أيضا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلتيه لرجحت. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه، قول زنة عرشه، فجعل أن هذا الذكر بزنة العرش، فدل على أن الموزون هو العمل. هذا القول الأول. القول الثاني يقول الموزون هو أنت العامل، واحتجوا بقوله سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على ظاهر الآية، وأن الكافر ليس له عند الله وزن، يؤتى بالكافر الضخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا الكافر ولو ملأ الدنيا صخبا ومالا وثراء وسمعة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ما يزنها، يعني جناح البعوضة خير منه، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واستدلوا أيضا بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود، كان عبد الله بن مسعود مع الصحابة رضوان الله عليهم، وكان على الشجرة فهبت الريح، وكان دقيق الساقين صغير الحجم رضي الله عنه، لكن مليء وعظيم يملأ العين بما فيه من الفضل والنبل. يقول أبو موسى ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود أقربهم سمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصغير الحجم نزل منزله ما نزلها غيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. يدخل للبيت بدون إذن، إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرع الباب ولا يتنحنح ولا يستأذن، يدخل كأنه من أهل البيت. ما أعطيت حتى لعلي رضي الله عنه صاحب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب النعلين والسوادين. إذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان فخلع عن عليه أخذ النعلين ووضعهما في جيب صدره رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء أهل الكوفة إلى عمر يسألون قال أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين؟ وقال عنه كنيف، علي رضي الله عنه لما رآه وهو يمشي قال كنيف ملئ علما. نذكر هذا لأن الحديث فيه أنه كان دقيق الساقين فهبت الريح فكشفت الساقين، فضحك الصحابة من دقة الساقين، فقال عليه الصلاة والسلام أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. ثقلت بالدين، بالاستقامة، بالطاعة، بالحب لهذا الكتاب، لهذا الدين والشرع والنصرة لله ورسوله رضي الله عنه وارضاه. الساقان والقدمان اللتان اغبرتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تخلف عن مشهد من مشاهده رضي الله عنه وارضاه. فهذا الكنيف الذي ملئ علما قال لهما أثقل في الميزان، فدل على أن الذي يوزن هو الإنسان نفسه. لهما أثقل في الميزان عند الله من أحد. والذي يظهر الله أعلم هو القول الثالث، أنه توزن الأعمال ويوزن العامل، وأن أيام القيامة يوم القيامة عرصات، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، عرصات يعني مواقف مختلفة، فعرصة توزن فيها الأعمال وعرصة يوزن فيها العامل، ولذلك يقع الوزن للأمرين، لأن السنة النصوص في الكتاب والسنة أثبتت أنه يوزن الإنسان العامل ويوزن العامل. فقال ملء السماوات. وانظروا إلى كرم الله وجوده لهذه الأمة. أعطي من قبلنا من الأمم طول العمر، أعمارهم طويلة، ولكن هذه الأمة أعمارهم قصيرة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن أعمار أمته عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70 صلوات الله وسلامه عليه، لكن أعطوا العمل،
فتأمل حينما تقول لك الحمد ملء السماوات، كلام قليل وأجره عظيم من الله سبحانه، كرم من الله سبحانه وتعالى، ما نستوجب على الله شيء، لكن الله أكرم هذه الأمة. فأنت واقف في ركوعك، ولذلك كم من صلاة تصليها وأنت تزدلف إلى جنة الله وأنت لا تدري، كلمات قليلة لكن الأجر عند الله عظيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضا إلى يوم القيامة، لكن بشرط أن تقولها وأنت مؤمن موقن مستشعر لمعناها. وهذا نبين أثناء ذكرا لهذه الأشياء، لأن أمر مهم جدا. ما الفائدة أن الإنسان يصلي يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ثم بسرعة يسجد لأنه يريد أن يدرك تجارته وأمواله، ولو كان المسكين يتصور مشاهد الآخرة ويتصور هذه التجارة لهانت عليه الدنيا وما فيها. سقط طرف المسجد، كان أحد السلف رحمه الله من التابعين يصلي فما شعر به حتى سلم من صلاته، سقف المسجد سقط وانهار والجلبة، والناس يقولون مات مسلم مات مسلم. بن يسار رحمه الله يقول مات مسلم، حتى دخلوا فوجدوه ساجدا وما زال في سجوده وصلاته حتى انتهى. فلما سلم قالوا الحمد لله عسى، قال والله ما شعرت به حتى سلمت، الآن دريت أنه سقف المسجد سقط. هذا هو المنبغي الإنسان يستشعر هذا. فانظر كيف حينما تثني على الله وتقول لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا كنت حبيبا لله وقد رضي الله عنك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك جميعا، إذا كنت فقلت وملء ما شئت من شيء بعد، ما الذي تتصور أنه يعطيك؟ أحق ما قال العبد، أي أحق ما قاله العبد أن يثني عليك، لأن الله أهل الثناء وأهل المجد، أهل أن يثنى عليه وأهل أن يمجد، فهو المستحق. ولذلك لما تثني على الله هذا شيء يستحقه الله عز وجل، ما لك فضل فيه، يستوجب عليك أن تحمده وتثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى.